بكم مشاهدينا الكرام إلى المتنافس الأخير في هذه المرحلة الثانية من هذه الدورة السابعة لجائزة كتار لتلاوة القرآن. القارئ ياسين عمران من الجزائر. ياسين، السلام عليكم. أهلا ومرحبا. السلام عليكم. ياسين بإذن الله ختامها مسك. ياسين تفضل، القارئ الأخير في هذه المرحلة. من أي سورة ستقرأ؟ من سورة الأنفال. من سورة الأنفال. استستغيثون ربكم. من الآية 9 من سورة الأنفال. موفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. ما شاء الله. القارئ ياسين عمران من الجزائر، بارك الله فيك. ونستمع لملاحظات شيخ محمود عكاوي. لا تعليق. ما شاء الله. الله يحفظك. بس نقص عنده المد في من السماء، لكن ما نقص عنده. ماشي. لا تعليق. قرآن عزيز سبحان الله. بارك الله فيك القارئ ياسين. نستمع لجنة الأداء الصوتي دكتور محمد أمين. أنا لا أطيل الكلام. أعجبني الأداء على مقام الرست والنهاونت، كان جميل للغاية. لكن النفس لم يسعف حضرتك يا شيخ. الله يحفظك. أليس كذلك؟ الله يحفظك صح. نعم. عنده توازن. الله يبارك فيك. والتوازن والتمكن. ما شاء الله. ما شاء الله. شيخ بلول في ما إضافة؟ شاء الله. بارك الله. لدي إضافة. اي تفضل. ممكن. اي متمكن، راقي، أنت جميل. الله يحفظك. بارك الله فيك. إذا نبدأ التقييم. تقييم القارئ الأخير في هذه المرحلة، وهي المرحلة الثانية من جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها السابعة، ياسين عمران من الجزائر. بارك الله فيك يا ياسين، نفع الله بك واسمعك الله كل خير. آمين. ننتظر انتهاء من التقييم لجنة أحكام التجويد والأداء الصوتي. لجنة الأداء الصوتي دكتور بهلول وأستاذ عاصم ودكتور محمد أمين. المداولات حاضرة. يا دكتور محمد أمين، على بركة الله. إذا تم الانتهاء من التقييم، شكرا لك القارئ ياسين عمران من الجزائر، نفع الله بك. وبقي معنا مشاهدينا الكرام أن نتعرف على الثلة الطيبة الذين سيشاركوننا في آخر هذا البرنامج وفي الحلقة الأخيرة من هذه الدورة. نتعرف على المتأهل بعد الفاصل، كونوا قريبا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها السابعة. وصلنا وإياكم إلى المحطة الأخيرة في المرحلة الثانية. من هؤلاء القراء سيشاركنا في المرحلة الختامية والأخيرة من هذه الجائزة؟ شاركنا في هذه الحلقة من أفغانستان ومن العراق ومن إندونيسيا ومن إيران ومن ليبيا ومن الجزائر. أما من إندونيسيا شاركنا القارئ عبد الباسط المزكى، ومن العراق ضياء بدري أحمد، ومن أفغانستان سيد روح الله هاشمي، وشاركنا من إيران مصطفى غلام حسن أحمدي، ومن ليبيا منير علي سالم شحيدر، ومن الجزائر ياسين عمران. منهم سيشاركنا في المرحلة القادمة، المرحلة الأخيرة من هذه الجائزة، وسيكتمل العقد الأخير من هذه الجائزة. حصل على المركز السادس، نبدأ به السادس في هذه الحلقة، القارئ
مصطفى أحمدي محمدي حصل على المركز السادس. المركز الخامس حصل على 93 القارئ سيد روح الله هاشمي. وأما في المركز الرابع حصل على 93.67 عبد الباسط مزكى. أما في المركز الثالث حصل على 94 القارئ منير علي سالم جحيدر من ليبيا. وبقي معنا من العراق ومن الجزائر. من الجزائر ياسين عمران، ومن العراق ضياء بدري أحمد. حصل على المركز الأول على نتيجة 98، وبالتالي يتأهل معنا للمرحلة القادمة والأخيرة ويكتمل العقد. القارئ ياسين عمران من الجزائر، مبارك ياسين مبارك. وفي المركز الثاني ضياء بدري أحمد من العراق. تشاهدون على الشاشة الدرجات: مصطفى أحمدي على 91، سيد روح الله هاشمي على 93.53، عبد الباسط مزكى على 93.67، منير علي سالم جحيدر على 94، وضياء بدري أحمد على 96، وياسين عمران في المركز الأول على 98. شكرا لقرائنا، بارك الله فيكم.